لحد ما المدير العام CEO داق العيش اللي ابنه جابه من على الطريق. على طول ذكريات قديمة هجمت عليه فجأة. ساعتها بس حس إن البنت اللي بتبيع العيش ممكن تكون بنته الحقيقية. من غير تردد قال لابنه: هاتني ليها دلوقتي حالا. البنت استقبلت الراجل الكبير بابتسامة طيبة، ولما بص في وشها وشاف الشبه الكبير بينها وبين مراته الراحلة اتجمد مكانه وعيونه دمعت. مسك العيش ورماه على الترابيزة وخرج من غير ما يقول كلمة، وابنه جري وراه بسرعة. المدير فجأة شد شعرة من راسه ومعاها واحدة كانت وقعت من شعر البنت على الترابيزة، وداهم لابنه وقال له: اعمل تحليل DNA فورا. وقف جنب العربية وهو بيعيط جامد. التحليل لسه ما طلعش، لكنه كان متأكد جواه إن البنت دي بنته. قلبه كان موجوع. ازاي تعيش بنت المدير الكبير دي حياة صعبة وتبيع عيش علشان تعيش؟ بس اللي ما كانش يعرفه إن البنت دي مش مجرد بائعة عيش، دي كانت زعيمة عصابة وبتبيع العيش علشان تمول دراسة حبيبها بنجامين. وبنجامين ده بعد سنين تعب كان خلاص هيبقى مدير في شركة كبيرة، وكان في حفلة تكريم ليه بعد 3 أيام. فجأة واحد من رجال البنت جه وجاب لها خاتم القيادة بتاع العصابة. كانت ناوية تفاجئ بنجامين بالخاتم ده في الحفلة وتطلب إيده بنفسها، لكن قبل ما تفرح ظهرت عيلة بنجامين. أخته أول ما شافت الخاتم ضحكت وقالت عليه: خردة ملهاش تمن. وأمه كمان ورتها هدية آنا حبيبه بنجامين، وكانت هدية ب100,000 دولار. البنت ردت بثقة وقالت: الخاتم ده أغلى من كل الفلوس دي، لأنه في حبنا الحقيقي. بس آنا ما سكتتش، خطفت الخاتم من إيدها ورمته على الأرض ودعكته برجليها. البنت ما قدرتش تتحمل، كانت هتضربها، لكن أم بنجامين وقفتها وقالت: لو لمستيها بنجامين عمره ما هيحبك تاني.